الحياة هي ميدان ابتلاء، ما هي مجال تمتع. بعض الناس يتصور أن الدنيا هذه إنها فرصة إنه يدرس ويتوظف ويتخرج ويأخذ له سيارة ويتزوج له مرأة ويبني له فيلا وينبسط ويطلع وينزل. هذه كل همه، وهذه اهتمامات دنيئة، اهتمامات الكفار. يقول الله فيهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول أم تحسب أنهم يسمعون أو يعقلون؟ يسمعون عن الله، يعقلون حقيقة الحياة؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني فهمهم للحياة فهم البهائم. الآن إيش تفهم البهائم من الحياة؟ لو استطعنا أن نتحدث مع واحدة من البهائم، مع ثور ولا مع بقرة ولا جمل ولا شاه، وقلنا ها يا ثور إيش تبغى في الحياة؟ قال أبغى علف بس. ولهذا من يوم يخرج من الحظيرة وهو يقمقم يدور علف، وين العلف يطرده. وإيش تبغى مع العلف يا ثور؟ قال وأبغى بقرة. إذا شاف أنثى وشمها راح وراها. بعض البشر مثل البقر ما ينقصه إلا ذيل وقرون، لو ركبنا له ذيل وراء وقرنين ثور بنمرة واستمارة. اسأله إيش اهتمامه؟ اهتمامه الفطور والغداء والعشاء والسهرة والتمشية والمباراة والفيلم هذه اهتمامه بس. يفكر في آخرة، يفكر في صلاة، يفكر في قبر، يفكر ليش خلقك الله. اسأل نفسك ليش خلقني الله؟ ستجد الجواب في كتاب الله. وما خلقت الجن والإنس إلا غلقوا الآية يا أخواني، ليعبدون. ما في ليأكلون، وما في ليتوظفون، وما في ليدرسون، وما في ليبنون. هذه اسمها وظائف مساعدة. الوظيفة الأساس أن تعبد الله. كنت مرة في سفر من أبها إلى العمرة، ومريت على محطة لأتزود بالوقود، ووقفت سيارتي، وإذا بي أسمع ضجيج موسيقى غربية صاخبة ترج، حتى سيارتي كانت تقول كذا ترقص. تلفت وإذا به استريو يبيع هذه الخبائث. طفيت سيارتي ونزلت سلمت عليه. يوم شافني أرخل العيار حق المسجل. قلت يا أخي الكريم؟ قال نعم. قلت يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، وإن يسكت إلا، قال هو نفسه قال ليعبدون. قلت يعبدون ولا يلعبون؟ قال لا استغفر الله يعبدون. قلت أسألك بالله دكانك هذا يعبدون ولا يلعبون؟ سكت. قلت لا أتكلم. هل هذه عبادة تنفعك يوم القيامة إذا مت تقول يا ربي أنا كنت أشتغل في هذا المجال وأسجل الأشرطة وأجلب الأشرطة الغربية والشرقية والأغاني الجديدة والقديمة وأبيع للناس أتقرب بهذا العمل إلى الله، هل ينفعك هذا؟ قال لا. ما في واحد يقول إن هذا ينفع. قلت الله خلق الناس ليعبدونه، وانت تصرف الناس عن الله، انت تلعب الناس. ترى ما في شريط من هذا الدكان يباع إلا عليك إثم إلى يوم القيامة، وما من واحد يظل على شريط إلا وعليك ضلالة إلى يوم القيامة. قال لي شو أسوي بها؟ هذه مصدر رزقي. قلت احرقها. قال أبيعها؟ قلت لا، اللي حرمها حرم ثمنها حرام. قال كيف؟ قلت من ترك شيئا لوجه الله ايش عوضه الله خيرا منه. ما نثق في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال خير جزاك الله خير. مشيت. وبعد سنوات في رحلة مماثلة مريت وتعمدت اني اقف عند المحطة اشوف اثر تلك الكلمة.
وأوقفه أن ينزل، وإذا بالمحل ما عده دكان، قد هو سوق مركزي، وأطالع إذا بالرجال نفسه، وأني أجي أسلم عليه قد نسي هو. قلت يا أخي، قال نعم. قلت يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا أنه يتذكر، فاطمر عليه. ما انتظر أنه يجي من هناك ورا الأكياس والصناديق، هو مدير المحل، ويسلم علي ويدعي لي، يقول يا شيخ أنقذتني أنقذك الله من النار. قلت ايش سويت؟ قال حملت فيها دتسن وخرجت بها إلى الصحراء وأحرقتها، وقلت والله لو ما عذبني ربي إلا بنارها، بس بنارها إنه كافي. يقول وبدأت من جديد بوجهي، من هنا بدأت بدال هذه، خليت بدال الأشرطة فول ومعلبات وعصير وشغلات. يقولوا فتح الله علي في الرزق، استأجرت المحل كله، حولته إلى سوق مركزي. الآن دخلي أضعاف ما كان يأتيني من المال الحرام. وذاك يقول والله يا شيخ إنه يجي فلوس لكن ما فيها بركة، والآن بركة أشوفها. أجل خلقك الله ما هو للأكل ولا للشرب، انتبه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا تكون شاه ولا ثور بس تدور قمقمه بس، لا. الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وبعث إليك رسله، وأنزل عليك كتبه، ووعدك إن أطعت بجنته، وتوعدك إن عصيت بناره. هذه هويتك. طيب كيف